سؤال دايما بيتسأل في السوق: اعمل ماركتنج واجيب فلوس بسرعه ولا اعمل براندنج وابني اسم؟ بص يا صديقي العزيز، اجابه السؤال ده بيعتمد انت واقف فين وعايز ايه دلوقتي. تعمل ماركتنج لو انت محتاج سيوله فوريه، عندك منتج او خدمه وعايز تبيعها النهارده وتدخل كاش. الماركتنج دوره هنا انه هيجيب لك العميل اللي بيدور على المنتج او الخدمه النهارده. تعمل بيرسونال براندنج لو انت بتبني لبكره، لو انت عايز العميل يجيلك في الاسم وما يفصلش معاك في السعر، عشان هنا هو واثق في دماغك انت وشغلك انت. يعني مثلا لو انت عايز تنزل فيديو بكره، هتعمل اعلان ماركتنج وتجيب اي مصور يصور لك الفيديو بكره. اما بقى لو عايز كادر سينمائي ومونتاج ليه قصه وروح، فانت هتروح لدرش بالاسم علشان ده البراند بتاعه، وده الفرق بين البراندنج والماركتنج. وهنا بقى نقول الخلاصه، الصح ايه بقى؟ الصح ان انت تمشي في الطريقين بالتوازي، تعمل ماركتنج عشان تمشي شغلك وتدخل كاش، وفي نفس الوقت تبني البراند بتاعك عشان تعلي قيمتك في السوق وما تبقاش مجرد رقم. ده الافضل ليك ولمستقبلك عشان ما تفضلش تجري ورا العميل في دايره الماركتنج اللي ما بتخلصش. وعشان كده لو عايز تعرف ازاي توازن بين اللعبتين وتكبر شغلك صح، يبقى اتبعني. ومن موقعي هذا احب اقول لك ان احنا بنساعدك انت تبني براند لنفسك او تعمل ماركتنج لشغلك، من اول الفكره للسكريبت للتصوير والمونتاج للانطلاق على السوشيال ميديا. ده كان شوت قهوه بعراس الدرش، تابعني واستنى الشوت الجاي.